بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما تعرفوا رمضان راهو ما بقالوش، والبوراك هو اساسي فوق الطاولة الجزائرية. يعني كاين بزاف حشوات مختلفة شاركت معكم من قبل، واليوم راح نشارك معكم حشوة ثاني مختلفة بنينة بزاف بزاف. نتمنى انكم تحتفظوا بها وديروها وتقولوا لي رايكم. قبل ما نبدا الفيديو نتمنى انك ديري لي جيم وابوني وتفعلي زر الجرس هكذا باش يلحقك كل جديد. في مقله راح نجيب كميه تاع الزبده وكميه تاع الزيت، ما تكثروش الزيت، انا هنا حسيت كثرت شويه. جيبوا كميه تاع الدجاج اللي كنتو رحيتوه، قليوه مليح مليح حتى يعني يتبدل اللون تاعو كما راكم تشوفوا هكذا. رايحه نزيد عليه كميه تاع البصله، تقريبا حبه كنت قطعتها رقيق. وعندي كمية تاع الزيتون اللي كنت غليته من قبل، لازم تغليوه يعني تحسوه تقريبا قريب يطيب. وقطعوا هكذا دوائر وحطوه على العيش تاعكم. ندير كمية تاع الثوم، بالنسبة للزبيس عندي ملح فلفل كحل فلفل احمر شوية قزبر وتوابل الدجاج. رايحة نخلط كلشي كيف كيف ونغطيهم بالمغط ونخليهم يطيبوا على نار قليلة حتى تذبل البصلة هذيك والزيتون يكمل يطيب. هنا بعد ما طابلي راح نجيب كمية تاع الدبشة، وعندي الفرماج اذا عندكم مثلثات ديروا، واذا عندكم يعني نوع خرابي ولا تاع البوادن هذاك ديروا ما كانش مشكل. خلطوا كلشي كيف كيف كما راكم تشوفوا حتى يولي لي هكذا. ونجيب الورقي تاع الديول تاعي ونبدا نشكل البوراك كيما يعني معروف عادي. نديرو بوراكات تحبوا تقسموا يعني الديول على زوج ولا ديروا هكذا طول ورقه كامله. انا نحب ندير ورقه كامله وندير كميه تاع الحشو ونقلب عادي يعني الجزء اللي منا واللي منا، ونسكر وندير سيجار. تحبوا رقيق تحبوا تكثروا الحشو يعني باش تجيكم البوراكه كبيره كبروا. انا حبيت يجيني البوراك تاعي رقيق شويه. رايح نكمل باقي الكميه، وكي تشكلوهم لازم تغطيهم لاش تراهم معمرين بصح لازم تغطيهم بالنيلو. بالنسبه للقليان لازم الزيت ما تكون بزاف ما تكون قليله، ولازم الزيت تكون سخونه لانه لو كانت بارده رايح البوراك تاعكم يشرب لكم كامل الزيت هذيك. يعني البوراك يتحط كي الزيت يحمى ومن بعد نقصوا الغاز يعني تكون نار متوسطه ونكمل نقليهم. وما تقلبوش الحبه حتى تشوفوا يعني الجهة التحتانية باللي حمارت. زيدوا قلبوا الجهة الأخرى وحمروه ونحيوه حطوه في كاغ هكذا ولا طرشون هكذا باش يطلق الزيت هذاك اللي شربها. وقدموه ويعني الحشو راح يجيكم روعة بنين بزاف بزاف. نتمنى انه تعجبكم الوصفة تاع اليوم، ما كثرش عليكم الهضرة بزاف، احتفظوا بالوصفة وبارطاجوها مع اصدقائكم. اتهلاو في روحكم، يلا سلام.